عليها في فلسطين وفي كواليس المسرح. ام كلثوم كانت واقفه هي واخوها الشيخ خالد البلتاجي ومساعدتها الفلسطينيه ريم داوود. كانت خناقه كبيره قوي، نصها باللغه العربيه ونصها بالعبري. ايه اللي كان بيتقال واثر فيها كده؟ والاهم بقى، ليه الحفله دي كانت اخر حفله لام كلثوم في فلسطين؟ ده اللي هنعرفه سوا. انا براء علي وده اخر ملف. الحكايه بدات لما ام كلثوم سافرت فلسطين عشان تحيي هناك 6 حفلات زي ما اتعودت كل سنه، وفجاه دبت خناقه جامده في كواليس المسرح. كان نصها بالعربي والنص التاني بالعبري بين ست يهوديه اسمها اليشيباع شبيره، باين حاجه زي كده، وجوزها مشي، وبين مالك الدار الفلسطيني. طبعا ام كلثوم ما كانتش فاهمه اي حاجه من الخناق لانها ما بتعرفش عبري، لكن لما فهمت اللي بيتقال بكت كتير جدا وعملت رد فعل غير متوقع، لانها لما عرفت الحقيقه فهمت الخدعه اللي اتعرضت لها 10 سنين وهي ما تعرفش اي حاجه. ام كلثوم في الوقت ده كان معاها اخوها الشيخ خالد البلتاجي، وكمان كان معاها مساعدتها الفلسطينيه مريم داوود اللي سمعت الخناقه وفهمت كل اللي بيتقال فيه، وقالت لام كلثوم انهم بيتخانقوا على توزيع نسبه الفلوس بتاعه الحفله، وان في جزء من فلوس الحفلات دي بيروح للطائفه اليهوديه جوه اسرائيل. وقتها ام كلثوم بكت بكاء شديد وعملت رد فعل غير متوقع، وفضلت لحد ما ماتت ما بتحكيش عن حفلاتها في فلسطين باي شكل. المشكله الاكبر كانت في البند السري في كل العقود، واللي بيقول ان نص فلوس الحفله هتتورد كتبرعات باسم الجامعه العبريه في القدس. مريم حكت الحكايه لام كلثوم بالتفصيل. ام كلثوم فضلت تعيط كتير قوي، وان ازاي يوسف قطاوي باشا يسرقها ويستغل حفلاتها، ولكن ام كلثوم فكرت بذكاء وقالت ان الجمهور اللي حاجز اماكن ملوش اي ذنب في اللي بيحصل، فراحت وغنت بكل حب وكانها بتودع جمهور فلسطين باجمل وداع. ومن بعدها ما راحتش ام كلثوم لفلسطين ولا مره. السؤال دلوقتي، مين قطاوي باشا وليه عمل كده مع ام كلثوم؟ لو عايزين تعرفوا الاجابه تقدروا تشوفوها في الفيديو اللي جاي، واستنونا دايما نتقابل في اخر متر. سلام. لا انا هطلع من هنا.